بابا، هو فاضل قد إيه على الفطار؟ أنا عطشت. لا مفيش هانت، 6 ساعات بس. كام؟ خلي عندي أنا الطلعة دي يا مستر. أنا ليا طار قديم مع الجماعة دول، وبالذات بروتاغوارس زعيم السوفسطائيين. دول اللي قتلوا أبوك يا حبيب أبوك. في يوم من الأيام في إحدى ليالي الشهر الكريم الساعة 12 الظهر تلمح كوباية مية مشبرة. هتموت من العطش، خلاص هتمد إيدك وتاخد الكوباية، تلاقي حاجة منعتك. أحييك عزيزي الطالب على أخلاقك العالية، وأحييك أكتر لو قلت لي يعني إيه أخلاق. وبما إني بتاع فلسفة، فتعالوا بقى أقول لكم إيه علاقة الفلسفة بالأخلاق، ونرحب بفلسفة الأخلاق. الحكاية بتبدأ من زمان، من ساعة ما ربنا خلق الإنسان وخلق الأخين قابيل وهابيل. وللأسف الشديد قابيل بيقتل هابيل، وبيسجل أول عمل غير أخلاقي في التاريخ. ومن يومها والناس بتتكلم عن الأخلاق. زي بلاد الشرق القديم فجر الضمير الإنساني، حكماء ومفكرين كان ليهم آراء كتير في الأخلاق وفي الدين، زي بلاد فارس والهند والصين ومصر القديمة وبلاد الرافدين. الناس دي كان عندهم ضمير وأخلاق، بس فلسفة الأخلاق نفسها ما ظهرتش غير في عصر السوفسطائيين. طبعا عايزين تعرفوا هم مين؟ قبل بس ما اقول لكم هم مين، تعالوا نعرف الاول بس يعني ايه اخلاق. كلمة الاخلاق بتستخدم في 3 معاني. ناس بيقولك الاخلاق دي اسلوب معين في الحياة، اللي هو اللايف ستايل بتاعك، يعني عاداتك وتقاليدك وتعليم دينك. قولي بتضحك في وش الناس ولا لا؟ صادق ولا كذاب؟ امين ولا نصاب؟ متعاون وبتساعد غيرك ولا اناني وحياتك هباب؟ الناس ديت شايفين ان الاخلاق اسلوب معين في الحياة، وبيقولوا ان دي من الاخر كده يعني تعليم الدين، فالدين معاملة. المعنى التاني للاخلاق انها مجموعة من قواعد السلوك التي يربى عليها النشء، يعني بالبلدي كده اسلوب لتربية الاجيال. احنا كلنا اتربينا على الاخلاق من واحنا صغيرين، واهالينا كبرونا وعلمونا، زي نصائح لقمان الشهيرة لابنه. أما المعنى الثالث للأخلاق إنها البحث في طرق الحياة وقواعد السلوك، يعني بالبلدي كده أنت بتدور بنفسك على الخير والشر، بتدور على الفضيلة والرذيلة والفرق بينهم. ألا صحيح، إيه الفرق بقى ما بين الفضيلة والرذيلة؟ الفضيلة هي وسط بين رذيلتين، يعني مثلا المكان اللي أنا قاعد فيه ده ولع. لا يا عم، المكان عليه إصرار. المهم بس أنا كأفلاطون جريت، يبقى أنا كده عملت الرذيلة، واللي هي رذيلة الجبن. وصاحبنا بقى أرسطو قال لك بس أنا اللي هخش أطفي الحريقة، ودخل بدماغه وطلع محروق. دي برضو رذيلة، وهي رذيلة التهور، على عكس مستر سليمان اللي وقف وطفى الحريقة وعمل الفضيلة، واللي هي فضيلة الشجاعة. فالفضيلة هي وسط بين رذيلتين. حبيبي يا أفلاطون، يبقى أنا كده بقى قلت لكم إن في 3 معاني للأخلاق: أسلوب معين في الحياة، أسلوب لتربية الأبناء، والبحث في قواعد السلوك. استأذنك يا مستر، أحكي للأولاد قصة بروتاغوارس. وتحكي ليه؟ قصدك إيه؟ شكلك عايز تموت تاني يا سقراط. حلوتك يا مستر. أحكي للأولاد قصة بروتاغوارس. شكلك عايز تموت تاني يا سقراط. حلوتك يا مستر. في يوم من الأيام بعد الفطار 5 أصحاب قاعدين يلعبوا دومنة على القهوة، والعيال فرحانة وعمالين يفرقعوا بومب وصواريخ. والناحية التانية ست كبيرة بتعدي الطريق، وخلاص كانت العربية هتشيلها، إلى إن ال5 اتحركوا بسرعة عشان ينقذوها. وبعد ما الموضوع عدى على خير اكتشفت إن ال5 عملهم خير. وبما إني فيلسوف كبير قمت ماسك المايك الخطير ووقفت أسألهم هم ليه عملهم كده.
والله انا قلت لازم انقذ الست دي عشان عقلي هو اللي قال لي اعمل حاجه زي كده. ازاي اشوف ست كبيره مش عارفه تعدي الطريق وما انقذهاش يا مستر؟ والله يا مستر سليمان انا كنت قاعد بشيش، والست دي لو كانت العربيه خبطتها الناس كانت هتتلم، وكنت معرض ان ابويا يشوفني وانا قاعد بشيش فكان هيرزعني علقه موت والناس هتتفرج عليا، فكان لازم انقذها. انا بقى والله قمت عشان اصحابي الاربعه قاموا. يرضيك يا مستر ابقى واطي يعني وما اقومش؟ الناس هتقول عليا ايه دلوقتي؟ انا بقى قمت بصراحه انقذها عشان حاجه من جوايا كده خلتني اقوم انقذها، زي ما يكون في صوت من جوايا بيكلمني وبيقول لي قوم يا ابني الحق الست دي. الصراحه انا قمت بقى عشان ده واجب عليا. بالظبط كده، كل واحد من الخمسه كان عنده سبب مختلف خلاه يقوم ويعمل الاخلاق. اهو احنا بقى جايين نتكلم عنه. احنا جايين نتكلم عن المذاهب الأخلاقية. المذهب الأخلاقي معناه رؤية الفيلسوف لجوهر السلوك الأخلاقي الفاضل، بالبلدي كده السبب اللي بيخلي الفيلسوف يعمل أخلاق. فاحنا بقى عندنا 5 مذاهب أخلاقية، واللي هم المذهب العقلي والنفعي والاجتماعي الوضعي والضمير والواجب. واظن برضو من الواجب عليا اني افرق لكم بين المذاهب دي. فتعالوا بقى نبتدي بالمذهب العقلي والملحمه بتاعه سقراط والسوفسطائيين. الله يرحمك يا سقراط، كان لازم يعني تتسحب من لسانك وتقول رأيك. اهو اتعدمت. مش مشكلة، أهم حاجة إن الناس عرفت اللي انتوا عملتوه. احنا عملنا ايه؟ ما هي دي الحقيقة. لا مش دي الحقيقة. أنا وإنت ومستر سليمان عارفين كويس قوي إن مش دي الحقيقة. أحضرنا يا مستر سليمان. الحرب بين السوفسطائيين وسقراط كانت ولا الحرب العالمية، والغريب إن سر الحرب دي كان الأخلاق. يا ترى إيه الحكاية؟ السوفسطائيين دولت كانوا جماعة من الناس لسانهم حلو قوي وبيعرفوا يتكلموا وبيخطبوا في الناس، واستغلوا الموضوع ده بقى وبدأوا يتلاعبوا بالألفاظ ويحرموا الحلال ويحللوا الحرام. وفي يوم من الأيام بيقف الزعيم بتاعهم اللي هو بروتاجراس وبيتكلم وبيقول إن الأخلاق نسبية، وبيقول مقولته الشهيرة إن الإنسان الفرد هو معيار الأشياء جميعا، فإن قال على الشيء إن هو خير فهو خير بالنسبة له، وإن قال عن الشيء إن هو شر فهو شر بالنسبة له. وهنا بقى الكارثة، الناس دولت وبروتاجراس بالذات كان شايف ان الاخلاق نسبية بتختلف من بني ادم لبني ادم، وان الانسان ده كائن كيوت عارف مصلحته وعارف ان العمل اللي بينفعه ده خير واللي بيضره ده شر. طبعا انتوا مش فاهمين المشكلة في ايه، صح؟ تعالوا افهمكم. السرقة بتزود فلوس الحرامي وبالتالي السرقة خير. الغش في الميزان برضه بيجيب فلوس كتير وبالتالي الشخص اللي بيغش في الميزان بيشوف الغش خير. فالكذب خير لو هيوصلني لمركز حلو كبير، والصدق شر لو هيزعل الناس مني، فالبعض ترفعه الخطيئة. والأغرب إن الناس استجابت للكلام ده وللأفكار دي لحد ما ظهر سقراط أسطورة اليونان. ابتدى سقراط يقول لهم احنا هنهزر ولا ايه؟ كذب ايه اللي ممكن يكون خير، وزكاة ايه اللي ممكن تكون شر؟ الخير معروف والشر معروف، والاخلاق عمرها ما كانت نسبية. الاخلاق ثابتة ومطلقة وما بتتغيرش من حد لحد. البشر كلهم عارفين ان الكذب مش اخلاق، ولو حد قال غير كده يبقى غلطان وكذاب. فسقراط كان شايف ان العقل هو اساس الاخلاق، عشان كده بقى اسس المذهب بتاعه وسماه المذهب العقلي. وكان شايف ان الفضيلة واحدة مهما اختلفت اسمائها، فالصدق يعتبر فضيلة بالرغم ان اسمه صدق، والتقوى برضه فضيلة بالرغم ان اسمها تقوى. بروتاجراس بقى سمع الكلام بتاع سقراط ده واتجنن وراح قايل له بص يا عم سقراط، انت قتلك بالنسبة لي هيكون خير، وقاموا اعدموا سقراط. ومن هنا يصبح سقراط شهيد الحكمة والعلم، وانه تم اعدامه بسبب قراره. سقراط مات بس أفكاره عاشت، وتلاميذه برضه اتكلموا في نفس المذهب ونفس المضمون، وبالذات حبيبه وتلميذه أفلاطون. أفلاطون طلع وأكد على مذهب معلمه سقراط، وأفلاطون برضه كان شايف إن الخير ليه مثال واحد، وإن الحلال بين والحرام بين.
وطبعا الكلام برضو ما عجبش السوفسطائيين، فدخل بقى أفلاطون في الخناقة مع بروتاجراس عشان يجيب حق معلمه سقراط ويفوق باقي الناس. والله أنا مخلفتش غيرك يا أفلاطون، أنت ومستر سليمان ملك الأمان حقيقي، أنا عرفت أربي. أفلاطون كان شايف إن الإنسان اللي بيعرف الخير ويغير من سلوكه وبيعمل الخير ده إنسان فاضل عنده الفضيلة يعني، واللي كان سبق وأفلاطون اتكلم عنها في الحلقة الأولى. المهم بس أنا كأفلاطون جريت يبقى أنا كده عملت الرذيلة، واللي هي رذيلة الجبن. وأفلاطون بقى قام طالع وقايل إن البني آدم مننا جواه 3 قوى بيتخانقوا مع بعض، يا ترى إيه الحكاية؟ بص يا مستر، الإنسان عنده 3 أنواع من القوة أو النفس، واللي هم النفس الشهوانية، النفس الغضبية، والنفس العاقلة. أنت لو اتحكمت في النفس الشهوانية هتظهر عندك أول فضيلة، واللي هي فضيلة العفة. عفة؟ هو أي كلام بتقوله أنت وسقراط ولا إيه؟ هو في أحلى من إن الواحد يعمل أي حاجة هو عايزها ياكل براحته، يقتل ويسرق ويشتم، مفيش أحلى من كده يعني. وبعدين بقى أنا موجهتلكش كلام، أقول لك أنا مش هكمل. كمل أنت يا مستر سليمان. صلوا على النبي كده يا جماعة، هكمل أنا. أفلاطون قال إن أنت لو اتحكمت في شهواتك تبقى بني آدم عندك فضيلة العفة، ولو اتحكمت في غضبك تبقى بني آدم عندك فضيلة الشجاعة، ولو اتحكمت في النفس الشهوانية والنفس الغضبية بتظهر عندك النفس العاقلة، بيبقى عندك الفضيلة رقم 3 واللي هي فضيلة الحكمة. فالحكمة عند أفلاطون إنك تسيطر على شهواتك وما تبقاش زي الحيوانات وتتحكم في غضبك وتبقى شجاع. وخلي بالكم أفلاطون كمان قال إن لو أنا بقى عندي عفة وشجاعة وحكمة يبقى مبروك، أنا كده عندي الفضيلة الرابعة واللي هي العدالة، والعدالة هي رأس الفضائل عند أفلاطون. ومن هنا بقى أفلاطون بيقسم المجتمع ل3 طبقات، اللي هم طبقة الشعب، والطبقة التانية طبقة الحرس والجنود، وعلى القمة بتاعة الطبقات طبقة الحكام. وكان شايف إن الشعب لازم يتحكم في النفس الشهوانية، والجنود لازم يتحكموا في النفس الغضبية، والحكام يتحكموا في النفس العاقلة. وأفلاطون برضو كان شايف إن العقل هو مصدر الأخلاق، وكان بيحب الفضيلة، وبكده بيخلص المذهب العالي. بس الخناقة مخلصتش، وفضلت الخناقة مستمرة ما بين أفلاطون والسوفسطائيين، والموضوع كمان خرج عن السيطرة أيام اليونان، وخرج عن السيطرة في الحلقة دي كمان. كله تمام يا باشا، الحمد لله. الأمن مش مستتم والنفوس مش صافية. أنا بروتاجراس زعيم السفسطة، أحب الكلام وموت في اللخبطة، ألفاظ قوية وخليتهم عميين. ألجيت سقراط هيحارب السوفسطائيين. وانا سقراط بقول لك كفايه الفاظك على نفسك وما تجيش معايا. ازاي الاخلاق تكون نسبيه؟ والله لا ديلك، خلاص حقك عليا. مش هينفع كده، ده لسه فيها أفلاطون كمان. سليمان 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 انا افلاطون بحب الفضيله وما طقش الرذيله. استاذي سقراط غفلني تغفيله وسابني لوحدي في وسط القبيله، وحاليا بغني لطلبتي الجميله. تلمي يا بتاع المدينة الفضيلة، وكلامك ده برضو ما يتقالش هنا، ولو ما تلمتش هخليك تموت. وهو برضو تحصل سقراط من غير صوت. مع سليمان انت في امان. ده ذا بلايند ديت شو، ودول 2 فلاسفة ما يعرفوش بعض خالص. انتوا كده كرجالة كلكوا أنانيين. ليه بس كده يا فيلسوفة يا قمر انتي؟ هو إيه اللي ليه؟ طب أنا هقولك، هتعمل إيه لو اكتشفت إني بكلم فيلسوف غيرك؟ هدعيله ربنا يعينه. طب لو إحنا في الشتاء وماشيين وأنا سقعانة هتعمل إيه؟ هقولك اشربي حاجة سخنة. يو بقى، انت شكلك مش طايقني أصلاً. بصراحة الشارع اللي وراه. تفتكروا الرجالة فعلا أنانية؟
الإجابة ومش بس الرجالة، لأ، ده الإنسان عموما أناني بطبعه، وبيدور في أي عمل بيعمله على إنه يحقق السعادة لنفسه ويتجنب المعاناة. وده مش كلامي على فكرة، ده كلام مذهب المنفعة العامة. كنا اتكلمنا قبل كده عن المذاهب الأخلاقية، وكنا حكينا حكاية المذهب العقلي وحكاية سقراط والسوفسطائيين لما قال إن إحنا بنعمل الأخلاق عشان خاطر عقلنا هو اللي قال لنا. إنما دلوقتي بقى بنتكلم عن المذهب النفعي. المذهب ده بتاع 2 فلاسفة وهم جيرمي بنتنام وجون ستيوارت ميل. الناس دول كانوا شايفين إن الإنسان بيعمل الخير عشان يحقق له منفعة، زي الناس اللي بتوزع شنط رمضان ويتصوروا وهم بيوزعوا الشنط عشان ينزلوها على النت، والناس تقول عليهم إن هم عالم محترمة جدا وإن هم ناس بيعملوا خير. من الآخر كده في ناس بتعمل الخير عشان يحقق لهم مصلحة ونفع، يعني الناس دي ماشية بمذهب المنفعة. لو الدولة ما بقتش بتسجن الشخص اللي بيسرق، تفتكر هتسرق؟ هرد عليكي في الحلقة اللي جاية. الكاميرا فين يا جماعة؟ احنا اتسرقنا ولا ايه؟ مع سليمان انت في امان. ده ذا بلايند ديت شو، ودول 2 فلاسفة بقوا عارفين بعض كويس. هي الدولة فعلاً لو ما بقتش بتعاقب اللي بيسرق، تفتكر هنسرق كلنا؟ مش كل اللي بيسرق بيتعاقب. إزاي ده؟ أيوة، ما انتي سرقتي ومتعاقبتيش. سرقت إيه أنا؟ سرقتي قلبي. مش هينفع كده يا جماعة، في حلقة المفروض هتبدأ. كنا اتكلمنا قبل كده إن إحنا كلنا بنعمل أخلاق، ولكن مش كلنا بنعمل الأخلاق عشان نفس السبب، وكنا حكينا سوا حكاية المذهب العقلي والنفعي. وحاليا بقى جاي أتكلم عن المذهب الاجتماعي الوضعي. كان في 3 محترمين جدا وهم كونت ودوركايم وبرايل. المهم الناس دولت قالوا إن الأخلاق ما ينفعش تكون علم معياري، الأخلاق المفروض تكون علم وضعي. يعني إيه أصلاً يا مستر علم وضعي؟ ويعني إيه علم معياري؟ العلم المعياري هو اللي بيدرس ما ينبغي أن يكون عليه، ولكن العلم الوضعي بيدرس ما هو كائن. المعياري بيقولك المفروض تكون الحاجة عاملة إزاي، ولكن الوضعي بيقولك هي عاملة إيه دلوقتي. طبعا انت مش فاهم حاجة صح؟ بص يا سيدي، انا لما اجي اقول لسيادتك مستر سليمان ده محترم، يبقى انا كده ببص للمستر بنظرة وضعية. انما لما اجي اقول لك مستر سليمان المفروض يكون محترم، انا كده ببص للمستر بنظرة معيارية. لما اجي اقول لك المجتمع المصري عنده اخلاق كويسة، يبقى انا كده ببص بنظرة وضعية. ولكن لما اجي اقول لسيادتك المجتمع المصري المفروض يكون عنده اخلاق كويسة، يبقى انا هنا ببص للمجتمع بنظرة معيارية. فمن الآخر بقى الثلاثي دولت قالوا إن الأخلاق المفروض تكون علم وضعي ومش علم معياري، وإن المجتمع أو العقل الجمعي هو اللي بيحط القيم بالأخلاق. وعشان تفهم أكتر تعال أديك مثال بسيط. في فيلم عسل أسود لما مصر دخل يسلم على صاحبه ودخل يسلم على مراته ولسه قال له أنت رايح فين؟ رايح فين يا عم أنت؟ علشان ده عمل غير أخلاقي هنا في مصر، بالرغم إن نفس العمل ده عندهم في أمريكا عادي جدا. يبقى المجتمع هو اللي بيحط الأخلاق. فمن الآخر بتوع المذهب الاجتماعي الوضعي قالوا إن المجتمع هو اللي بيحط الأخلاق. إيه ده في إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انت يا عم انت اصحى. عايز مني ايه؟ قوم يا ابني حرام عليك، فاضل شهر على الامتحان. ما هو لسه بدري اهو، عامل قلق ليه؟ وبعدين انت مين يا عم انت؟ انا الضمير. هو الضمير. كل بني آدم مننا وعنده ضمير، سواء كنت طالب أو حتى راجل كبير. الضمير نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى ميز بيها الإنسان عن الحيوان. يعني عمري ما شفت حيوان عنده ضمير، عمري مثلا ما شفت معزة أو بطة أو قطة عندهم ضمير. بس يا ترى بقى في ناس فعلا ما عندهاش ضمير؟ في البداية تعالوا نعرف الضمير سوا. الضمير هو قوة فطرية كامنة موجودة جوه الإنسان، تلزمه إنه يظبط نزواته ويحد من جموح شهواته.
ودي كانت رؤية الفيلسوف بيتلر صاحب مذهب الضمير. بيتلر كمان قال لنا إن الضمير ليه وظيفتين اتنين ملهمش تالت، الأولى الوظيفة العقلية النظرية والتانية الوظيفة الآمرة الناهية. وبيتلر شايف إن الوظيفة العقلية النظرية هي اللي بتعرفنا الفرق ما بين الخير والشر، أما الآمرة الناهية دي السلطة بقى اللي بتأمرني إن أنا أعمل الخير وما أعملش الشر. يعني كونك عارف ان انت تفطر في رمضان ده شر، يبقى كده مبروك عليك، انت شغال عندك الوظيفة العقلية النظرية. وكونك بقى ما تفطرش وتسمع كلام ضميرك، فألف ألف ألف مليون مبروك، انت كده شغال عندك الآمرة الناهية. انك برضو تكون عارف ان الغش في الامتحان ده شر، دي الوظيفة العقلية النظرية، انما انك ما تغشش بقى في الامتحان دي كده الوظيفة الآمرة الناهية. إنك تبقى عارف إن شركة بيبسي وكولا وغيره من الشركات ديت بتدعم الكيان الصهيوني، وإن فلوسك لما بتيجي تشتري أي منتج من المنتجات بتروح لهم وبتساعد في قتل إخواتنا، وإن ده شر، يبقى كده 1000 مليون مبروك عليك الوظيفة العقلية النظرية. ولما فعلا تعمل مقاطعة مبروك عليك الوظيفة الآمرة الناهية. أظن الرسالة وصلت. فمذهب الضمير ده من أكتر المذاهب المشهورة، وده لأنك لو سألت أي راجل عادي ما درسش فلسفة الأخلاق ولا حتى اتفرج على قعدة فلاسفة وسألته أنت ليه بتعمل خير، هيقولك علشان الضمير يا كبير. أديك شفت الحلقة، وشوف كمان بقى أنت ضميرك مستريح ولا لأ لو ما عملتش لف للحلقة. جميلة قوي الواسطة دي. مش قلتلك ما تقلقش؟ خالك جابني أخدم في سينا يا اسطى. يا ترى إيه الحكاية؟ الجيش علينا حق، وانت كده كده هتخش الجيش وتأدي الواجب اللي عليك، وتعالى بقى انا كمان أأدي الواجب اللي عليا واقولك ايه حكاية مذهب الواجب. مذهب الواجب ده يا كبير هو المذهب الأخلاقي الأخير من بعد المذهب العقلي والنفعي والوضعي والضمير. ومذهب الواجب ده بتاع واحد اسمه كانت، واللي اتكلم معانا على إننا بنعمل الأخلاق علشان بنلزم نفسنا بيها. ومذهب الواجب عند كانت هو 3 مفاهيم أساسية: الإرادة الخيرة، والواجب أساس الأخلاق، والأخلاق استجابة لإملاء العقل. في يوم من الأيام أرسطو أسطورة اليونان خلص خدمته في الجيش وراح يعدي على أصحابه اللي ما شافهمش من زمان، وراحوا يصيفوا في جمصة. يسأل أرسطو واحد صاحبه ويقول له بتعرف تعوم يا اسطى؟ يقول له عيب عليك، ده أنا مولود في البحر الأحمر. وهوبا دبل كيك ينزلوا المية. وشوية صاحب أرسطو اللي قالك عيب عليك يفضل يزعق وينادي بأعلى صوت: الحقوني بغرق، الحقوني بغرق. يجري أرسطو ويقوم نازل واحدة هوب دبل كيك علشان ينقذ صاحبه من الغرق. وللأسف الشديد أرسطو بيحاول ينقذ صاحبه، وصاحبه عمال يعافر ويمسك فيه وكان هيغرقه. فأرسطو يجي يشد صاحبه لفوق، صاحبه ينزل لتحت ويغرق. هنا أرسطو بيمثل أول مفهوم من مفاهيم مذهب الواجب، وهو مفهوم الإرادة الخيرة. فالإرادة الخيرة هي الحاجة الوحيدة اللي ممكن نتصورها في العالم بتاعنا هي خير على الإطلاق، إنك بتحاول تعمل الخير بغض النظر عن النتيجة إيه، المهم إنك بتحاول تعمل الخير. يعني أرسطو كان عنده إرادة خيرة. تاني مفهوم بقى قاله كانت هو إن الواجب أساس الأخلاق، والحكاية دي ممكن نلخصها في جملة، وهي إن نقيض الفعل يؤدي إلى انعدام الفعل. يعني أعمل إيه؟ طب يعني إيه الكلام ده؟ معناه إن نقيض الشيء يؤدي إلى فقدانه. أنا سمعتك، هعمل إيه بقى؟ والله يعني مثلا أنا عندي واحد صاحبي كذاب، صاحي نايم قاعد قايم عمال يكذب، ماشي يكذب على نفسه. أنا بقى علشان أخلي صاحبي يبطل كذب من وجهة نظر كانت أعمل عكس اللي صاحبي متوقعه. يعني مثلا هو بيكذب ومستنين اسمعه، هوب دبل كيك ما اسمعوش، وبالتالي هيبطل يكذب. 3 الأخلاق استجابة لإملاء العقل، ودي معناها إن إحنا كبشر بنعرف إن اللي إحنا بنعمله ده خير أو شر من عقلنا وضميرنا. فممكن يبقى حرامي وبيسرق ويفضل يسرق، ونفس الحرامي ده تلاقيه مرة واحدة كده يقولك خلاص أنا هتوب، أنا غلطت كتير وكفاية لحد كده. كده ال5 مذاهب أخلاقية خلصوا. وبما إننا بقالنا 7 حلقات بنتكلم عن الخير، قررنا في الحلقة الأخيرة إننا هنعمل الخير. تفتكروا إيه اللي هيحصل في الحلقة الأخيرة؟ هو الكرسي ده مكسور ولا إيه يا جماعة؟ رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. وانت طيب وبخير يا مستر يا كبير. وبعدين معاكي بقى. أسفة يعني. أقول لكم يا جماعة، بما إنكم يعني متجمعين النهاردة وفي مشاكل بينكم، بقول لكم إيه بقى؟ إيه رأيكم؟ تيجي نتصالح؟
يلا بينا. ما هو ما كانش ينفع برضه يا بروتاجراس تقتل اخوك سقراط. نعمل ايه بس يا مستر؟ ما هو اللي انسحب من لسانه اهو مات بسبب كلامه. اي نعم، انا صاحب المذهب العقلي وبرضه قلت ان احنا بنعمل الاخلاق عشان عقلنا هو اللي قال لنا، بس ده ما يمنعش اني افورت شويه ونسيت ان البني ادم مننا مش مجرد عقل بس، لا ده البني ادم مننا عنده مشاعر وقلب واحاسيس. شايف؟ اتعلم من سقراط يا أرسطو يا أسطورة اليونان. وبعدين معاكي بقى، ما قلنا مره انا عالدغري. انا تعبان. صلوا على النبي يا جماعه، مش كده يا مستر، هو مفيش احترام للناس اللي قاعده دي ولا ايه؟ كله بيقول اي كلام، ده حتى افلاطون بقى غريب جدا. اقول لكم على حاجه بقى، يعني اي حاجه بيقولها افلاطون غلط. اللي قاله سقراط صح. ما تزعلش مني يا عم سقراط. ولا يهمك يا عم. الله عليكم انتوا حلوين قوي كده. بس يا مستر برضو مش المذهب العقلي هو لوحده اللي وحش، يعني كمان عندك مذهب المنفعه بتاع بنت نام اللي قال ان الانسان بطبعه بيحقق مصلحته الشخصيه. ما هو ما دام الانسان بطبعه بيحقق مصلحته، يبقى الانسان بقى مش عايز مذهب اخلاقي يقول له ايه الصح وايه الغلط. ولا مذهب الضمير اللي قال لي ان احنا بنعمل الخير دي حاجه كويسه، بس برضه ما قاليش ايه هو الخير وايه هو المعيار اللي على اساسه بنحدد الخير والشر. وبعدين انا الضمير عندي بيختلف بقى يعني من حد للتاني. طب بقول لكم ايه رايكم في البرنامج؟ والله يا مستر برنامج زي العسل. هو حلو وكل حاجه يا مستر، بس برضه انتوا منشفينها علينا حبتين. هو انت مش بتاخد وجبه يا عم انت؟ حصل يا مستر، امال متضايق ليه بس؟ رايي ايه بس يا مستر؟ معروفه يعني مستر سليمان رمز الامان. لو رجع بيكوا الزمن تاني تفتكروا ايه اللي ممكن تعملوه؟ والله سؤال صعب فعلا يا مستر، والله سؤال صعب. قول الزمان ارجع يا زمان. طب ايه رايكم بقى لو نخلي القعده ديت لايف؟ يعني تيجوا السنتر وتشرحوا بنفسيكم للطلبه. لايف ازاي لا مؤاخذه؟ يعني تيجوا السنتر وتشرحوا بنفسيكم للطلبه. موافق يا احلى مستر. موافق بس على شرط. ايه هو؟ الفيلسوفه القمر دي تبقى معانا. مؤاخذه يا ارسطو. لا 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 مؤاخذه ايه بقى؟ انا عالدغري. انا تعبان. لا 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 لا، سيب لنا بقى الطلعه دي. عالدغري ده كان جزء بسيط من اللي هيحصل في الفتره الجايه. الفتره الجايه هي فتره المراجعه النهائيه. واللي هتكون مراجعه من نار. هنعيد شرح المنهج تاني وهنحل على جميع الافكار. وعشان تحجز المراجعه، لا 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 ما بتتقالش كده. واستنونا في طنطا مع مستر سليمان.